أهلا بكم مشاهدينا الكرام في تغطيتنا الإخبارية العاجلة. إليكم التفاصيل. على غرار بقية أسواق المملكة، أقدمت السلطات المحلية لإقليم بني ملال أمس الخميس على منع ولوج شاحنات والعربات المحملة بالمواشي إلى السوق الأسبوعي الذي ينعقد كل خميس، وذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم عملية تسويق الأضاحي والحد من الممارسات غير القانونية المرتبطة بها. ويأتي هذا القرار حسب مصادر اليوم 24 بتعليمات من والي جهة بني ملال خنيفرة في سياق تنزيل توجيهات الملكية الهادفة إلى حماية القطيع الوطني وضمان ظروف صحية وآمنة لتسويق المواشي، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك. وعرف السوق في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس توافد 10 شاحنات محملة بالمواشي، غير أن السلطات المحلية تدخلت لمنع ولوجها إلى السوق تنفيذا لتعليمات صادرة ما حال دون تفريغها أو عرضها للبيع. ويهدف هذا الإجراء بحسب مصادر محلية إلى ضمان تفادي استنزاف القطيع في هذه المرحلة. مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. في أمان الله.